حياكم الله وبياكم، أهلا ومرحبا بكم في وقفة مع الثورة وإعادة هيكلة المفاهيم. ما أقبح هذا المجتمع الدولي وما أخبثه. يريد منا أن نصفق ونفرح بتكتيك حربي لكنه بنكهة إنسانية. يريد أن يقنع العامة، يريد أن يقنع العالم أن ما يسعى إليه وما أحدثه هو هدنة بدافع إنساني، والواقع أن الإنسانية من هذه الخطوات بريئة كل البراءة. هذه الهدنة التي نشهدها اليوم لا تعد عن كونها تكتيك حربي لتحقيق أهداف عسكرية وأهداف سياسية وأهداف اجتماعية. يريد أن يتيح هذا الاحتلال المجال للأهالي كي يخرجوا من أرضهم وبيتهم بعد هذا الرعب والإرهاب الدولي الذي حاول العالم زرعه بقلب الطفل والأم والأخت والأب وبقلوب أصحاب الأرض بشكل عام. لنكن واقعيين أيها السادة، كل إنسان اليوم في غزة لا يحمل سلاحا ولا يقف على الجبهات ليدافع عن أرضه لا يمكن أن يقتنع بالبقاء في منزله لينتظر موت أطفاله. هذه الهدنة تكتيك لإفراغ المنطقة من الحياة والمدنية والمجتمع، وإيهام الناس أن العالم المتحكم ما زال يمتلك شيئا من إنسانية. أصلا الحرب ليس لاستئصال الحركة بل لاستئصال المجتمع والبيئة الاجتماعية القادرة على الحضور الثقافي في المنطقة. ما هذا العالم السياسي المجرم الذي يعتبر مجرد إيقاف قتله للأطفال في غزة لمدة 4 أيام ولساعات معدودة هو انتصار سياسي؟ هذا إجرام سياسي، وهذه وقاحة سياسية بكل ما تعنيه الكلمة. نراكم في وقفة أخرى مع الثورة. بأمان الله، حياكم الله.